بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن. العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وهي معرضة للغرق بفضل الله. العملية الأخرى استهدفت سفينة SW نورث ويند تابعة كذلك لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت بشكل مباشر ودقيق، وذلك أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر. وشارك في تنفيذ العمليتين العسكريتين كل من القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الزوارق الحربية والصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو التابعة لشركات تتعامل معه، وذلك في منطقة العمليات العسكرية المعلن عنها في البيانات السابقة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بعد إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 18 من صفر 1446 للهجرة، الموافق 22 من أغسطس 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية